والأخ محمد علي. بسم الله الرحمن الرحيم. نبي الإسلام المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا بين يدي عذاب أليم. ثم أما بعد، أيها الأرميون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإننا جمعية اللاجئين الأرمو في اليمن نقدم بقية تهانينا وشكرنا نيابة عنكم إلى شعب أرض الإيمان والحكمة والفقه، وإلى دولة اليمن المباركة، وإلى قائدها العام فرسان العرب وموحد يمن الحكمة والإيمان والفقه رئيس الجمهورية الأخ علي عبد الله الصالح. فإننا نشكركم شكرا لا تنتهي شعبا وحكومة لانتدالكم، شعبا تم تهجيره وإبادته بالجملة
فلكم السلامة والأمن ولكم ألف ألف خير. أيها الأرميون، إن هذا اليوم يوم عيد يعيد فيه الثقافات، فنحن جزء من ذلك اللاجئ، ويسمى هذا اليوم يوم عيد اللاجئ. أيها الإخوة، أتدرون ما هو العيد؟ أتدرون ما هو العيد؟ العيد يوم فرح وسرور، ويوم محبة وسلام، ويوم زيارة وإفشاء السلام، ويوم تبادل الهدية والعطاء. ويا أسفا، وأي عيد نعيده ونحن لاجئون. وأي فرح نفرحها، وأي سرور نتبشر بها، وأي عادات وتقاليد نتقلد بها أمام الأمم، وأي عادات نقدمها للأمم. وآه، ألم وألم، معاناة ومعاناة، مرض بلا شفاء، أمم شمولها مسردة، والأمم يرفض أنهم مسردة، ولا يقبلونهم جملة إلا إذا كان فردا. وآه، فالأمم لا يقبلوننا إلا بالامتحان، ومن يمتحنون وهذا خارج لنفسه من الامتحان. بداية على أيدي الاحتلال، ومنصرا فوق البخار. وآه، ألم وألم، معاناة ومعاناة، كم ممن تقدم باللجوء وحذر من الأمم شهادة الاعتراف باللجوء، وحمل الأمم على عاتقه له دون مقيد الأيمان. حتى تجيء الأم إليهم بالحنان، حتى تجيء الأم إليهم بالحنان، وكم تموت من الأطفال في خزان المياه وبالكهرباء. وأي معاناة أكبر من هذه المعاناة؟ فهذا مكتب الأمم موجود بين ذهاب الأمم.
Wow.